جسدي مع الأبدية البيضاء. أشعار محمود درويش بصوته. هذه لغتي، أنا لغتي، أنا ما قالت الكلمات كن جسدي فكنت لنبرها جسدا. في حضرة الغياب. من أنا بعد ليل الغريبة؟ من أنا بعد ليل الغريبة؟ أنهض من حلمي خائفا من غموض النهار على مرمر الدار، من عتمة الشمس في الورد، من ماء نافورتي خائفا، من حليب على شفة الدين، من لغتي خائفا، من هواء يمشط صفصافة خائفا، من وضوح الزمان الكثير، ومن حاضر لم يعد حاضرا خائفا، من مروري على عالم لم يعد عالم. أيها اليأس كن رحمة، أيها الموت كن نعمة للغريب الذي يبصر الغيب أوضح من واقع لم يعد واقعا. سوف أصل من نجمة في السماء إلى خيمة في الطريق. إلى أين؟ أين الطريق إلى أي شيء؟ أرى الغيب أوضح من شارع لم يعد شارعي. من أنا بعد ليل الغريب؟ كنت أمشي إلى الذات في الآخرين، وها أنا ذا أخسر الذات والآخرين. حصاني على ساحل الأطلسي اختفى، وحصاني على ساحل المتوسط يغمد رمح الصليبي في. من أنا بعد ليل الغريب؟ لا أستطيع الرجوع إلى إخوتي قرب نخلة بيتي القديم، ولا أستطيع النزول إلى قاع هاوية. أيها الغيب لا قلب للحب، لا قلب للحب أسكنه بعد ليل الغريب. في حضرة الغياب. أنا ما قلت للكلمات كوني ملتقى جسدي مع الأبدية البيضاء. أشعار محمود درويش بصوته. هذه لغتي، أنا لغتي، أنا ما قالت الكلمات كن جسدي فكنت لنبرها جسدا. في حضرة الغياب. الأيام لقاء يومي لرصد الإيقاع الثقافي وطرح أسئلة الثقافة وقضاياها. صباحكم تونسي أينما كنتم في الاستماع إلى موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في الأيام، رحلة أخرى على موجات صوت إرادة الحياة تتواصل حدود منتصف النهار. اليوم الأيام بإيقاع الشعر. قلت الأيام بإيقاع الشعر وبألوان الشعر وبنسمات الشعر وبصباح الشعر، على اعتبار أنه باش يكون حاضر معنا إن شاء الله بعد قليل واحد من الشعراء المتميزين الذي سنحتفي معهم بالحلم. اجتاحني حلم، هذا هو ديوانه الجديد الذي سنحتفي به. الأستاذ عبد الحكيم ربيعي أيضا عاشقة المطر، الطقس الصيفي،
لكن الاستوديو اكيد باش يكون فيه المطر وباش نحتفي ايضا في بديوان عاشقة المطر للاستاذ عبد الرزاق شاكر باش يكونوا ان شاء الله حاضرين معنا بعد قليل في جزء مهم ومطول نحتفي فيه بالشعر وبالشعراء التونسيون وايضا بالاصدارات الجديدة. نحتفي بالشعراء التونسيين. هذا صوتي أنا ناظم هاني يلتقيكم ويحييكم من أمام هذا المصدح، مصدح استوديو 6 رفقة متأنق ومتألق بدر الدين محمودي على الهندسة التقنية. ننتظر في وصول سمير الغزواني أكيد سيلتحق بنا ليقود الرحلة تقنيا زميلتنا ليلى بوعجيلة في التنسيق العام. وتواصل معكم مستمعين على رقمنا 71 844 600. ميادة تغني مهما يحاولوا يطفوا الشمس. مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يقولوا مهما يعيدوا انت في قلبي انت وبس. مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يقولوا مهما يعيدوا انت في قلبي انت وبس. كل كلامهم مش هيأثر وانا ولا حبعد ولا هتغير، يمكن حتى هقرب اكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس. كل كلامهم مش هيأثر وانا ولا حبعد ولا هتغير، يمكن حتى هقرب اكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس. حبنا جوا قلوبنا بيكبر مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس. بشوف كل الكون بعينيك، ياللي حياتي بتحلم بيك، وبشوف كل الكون بعينيك. انت العمر الحلو اللي زمان كان متأجل، عشت وشفته جوا عينيك في ميعاد وبيوت. انت العمر الحلو اللي زمان كان متأجل، عشت وشفته جوا عينيك في ميعاد وبيوتك. ليه عايزين ياخدوه من قلبي؟
ليه يلوموني الناس على حبي؟ ليه عايزين ياخدوه من قلبي؟ ليه يلوموني الناس على حبي؟ كل كلامهم مش هيأثر، وانا ولا هبعد ولا هتغير، يمكن حتى هقرب اكتر مهما يحاولوا الناس. بالعكس كل كلامهم مش هيأثر، وانا ولا هبعد ولا هتغير، يمكن حتى هقرب اكتر مهما يحاولوا الناس. بالعكس حبنا جوا قلوبنا بيكبر، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس. بيني وبينك حب كبير أكبر ما يفكروا بكتير، بيني وبينك حب كبير أكبر ما يفكروا بكتير. ده اللي ما بيني وبينك كان في السما متقدر، لازم كنت هحبك مهما لو أنا اتأخر. ده اللي ما بيني وبينك كان في السما متقدر، لازم كنت هحبك مهما لو انا اتأخر. حتى في اخر يوم من عمري كنت هجيلك برضو يا قدري، حتى في اخر يوم من عمري كنت هجيلك برضو يا قدري. كل كلامهم مش هيأثر، وانا ولا هبعد ولا هتغير، يمكن حتى هقرب اكتر مهما يحاولوا الناس. بالعكس كل كلامهم مش هيأثر، وانا ولا هبعد ولا هتغير، يمكن حتى هقرب اكتر مهما يحاولوا الناس. بالعكس حبنا جوا قلوبنا بيكبر، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس. مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهمس، أنا ولا حبعد ولا حتأثر، يمكن حتى حقرب أكثر مهما يحاولوا الناس. بالعكس فيها دعوة للتحدي ربما للحياة. هذا النغم صباحكم تونسي مستمعين لكل من التحق بنا في الاستماع إلى موجات إذاعة تونس الثقافية. نلتقي في
أيام نرحب بمتأنقة ومتألقة كوثر البجاوي التحقت بنا على الهندسة التقنية، ونوجه تحية صديقنا سمير الغزواني، ونرحب أيضا بالأستاذ الشاعر عبد الحكيم الربيعي. أهلا وسهلا بك عبد الحكيم. مرحبا، أهلا وسهلا. تحياتي لناظم الهاني، تحياتي للإذاعة الثقافية، وتحياتي لكل المستمعين. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ عبد الحكيم. أيضا رحبوا بالأستاذ عبد الرزاق شاكر. مرحبا بك سي عبد الرزاق. مرحبا بسي ناظم. مرحبا بك. صباح النور، صباح الحب للجميع بطبيعة الحال، وخاصة لمنظمي المستمعين ولمنظمي هذه الحصة. بارك الله فيك. الفريق ليلى وكوثر. باش نقدموا اليوم باش نحاولوا نتحدثوا أكثر ما يمكن على الزوز دواوين للأستاذ عبد الحكيم الربيعي اجتاحني حلم، الديوان الأول، ثم ديوان ثاني عاشقة المطر للأستاذ الشاعر عبد الرزاق شاكر. ننطلقوا معاك سي عبد الرزاق، وحتى ظهر لي تشتركوا فيها الحكاية هذه سي عبد الحكيم، العلاقة بالكتابة علاقة متينة. ظهر لي انطلقت منذ الصغر. شكون اللي يحب يجاوب؟ تفضل سي عبد الرزاق أكبر مني. بطبيعة الحال هي الكتابة منذ صغر الإنسان. أنا بدأت الكتابة منذ الصغر، منذ 17 سنة، وأكتب كنت أكتب بالفرنسية. ثم في بداية السبعينات انتم الزوز سامحوني من التعليم، نبقى معك. من التعليم بطبيعة الحال، من التعليم. بداية السبعينات حولت كتاباتي إلى العربية، أنا أكتب الشعر بالعربية. ومن السبعينات نزلت حتى قصائد في كانت جريدة إيرانية فارسية، نزلت فيها قصائدي وبدأت التجربة. ولكن فترة طويلة نظرا لالتزاماتي الإدارية وكذا أنا انقطعت عن الكتابة، وبعد 25-26 سنة رجعت إلى الكتابة بالعربية، كتابة الشعر بالعربي. سي عبد صديقي، أنت ربطت التاريخ والكتابة. لا يخفى عليك أن الإنسانية جمعاء بدأت تسجل التاريخ عند اكتشاف الكتابة. لا شيء يحمينا من الموت سوى المرأة والكتابة. طبعا يقولها نزار القباني. طبعا أنا ونزار القباني أنا أكيد شكون تاريخ الإنسانية قلت يبدأ بالكتابة. معناها نحن عندما نفرق ما قبل التاريخ والتاريخ هو معناها اكتشاف الكتابة. معناها حتى كأشخاص تبقى الكتابة معنا دور مهم في حياتنا. شخصيا بدأت كتابة الشعر من 1986، كنت أكتب لنفسي. أول مسابقة شعرية شاركت فيها كانت عام 89، حصلت على المرتبة الثالثة في دار الثقافة بالمظلة. للأسف الشديد كم من مبدعين، كم من شعراء، كم من كتاب، كم من أصحاب كلمة كان لهم قدر كبير من القدرة والكفاءة على التعبير، لكن لم يجدوا اليد التي تمتد لهم. سنأتي إلى هذا بعد وهو ما شخصيا ما حصل معي. من حسن الحظ بعد الثورة تخلصنا من حاجز الصمت، تخلصنا من حاجز الوجل، تخلصنا من حاجز الخجل، وقررنا الانطلاق في مسيرة جديدة مع الكتابة. وكان قرارنا بإصدار هذا الديوان اجتاحني حلم، وهو فعلا حلم جميل. سنأتي إلى هذا وسنقدمه إن شاء الله على امتداد فترات الحصة. العلاقة بالكتابة علاقة متينة، هذا أكيد كما قلت منذ الصغر، تقريبا منذ فترات قديمة في حياتكم، لكن تأخر إصدار ديوان شعري. العوامل ذاتية ولا موضوعية سي عبد الحكيم؟ صراحة حتى لا أرمي بكاهل الإشكال على الغير. ثمة أسباب ذاتية وثم أسباب موضوعية. كما قلت أنا في البدء، للأسف الشديد عندما توجد في منطقة نائية مثل مدينة المظلة من ولاية قفصة، الحياة الثقافية حياة بطيئة جدا. أنا ليس ثمة أشخاص ممكن يعاونوا، ممكن يساعدوا، ممكن يوروا لك ثنية، ممكن يعاونوك، ممكن يوروا لك ياخذوا بيدك. لا، خاصة التأطير مهم ياسر.
معناها للأسف الشديد من في تلك الربوع معناها تأطير مفقود. الكاتب صاحب الكلمة تأثير سامحني أستاذ، تأثير من شعراء وإلا من مؤسسات وإلا؟ طبعا معناه من المسؤولية مشتركة، بس سواء من أصحاب القلم الشعراء وكتاب، وكذلك من المؤسسات. أقول لك من عام 89 تحصلت على المرتبة الثالثة، ولكن سلمت لي شهادة ولم يتصل بي أي طرف. أنا حاولت أن أندمج في النادي في دار الثقافة، لكن ما تلقاش شكون معناه يعطي لكلمتك حقها ومقدارها من الاحترام، بشكل أنك أنت مع الوقت تولي تحس بمرارة، والإحساس بالمرارة يخليك تراجع ياسر حسابات وتقول لمن أكتب. نعم، أنا جايين باش نشوفوا العلاقة ما بين، حكيت على المضيلة، باش نشوفوا علاقتها بالبلاد الكل. سي عبد الرزاق، إذا كان عندك مضيف. أنا كما قلت لك نعم. انقطعت مدة طويلة نظرا لالتزاماتي الإدارية وخاصة في التعليم، وبقيت مدة 26 سنة 25 26 يعني سنة. لأسباب ذاتية. لأسباب ذاتية بصراحة. أنا لم أنشر أي شيء، فهمت، أسباب ذاتية. وبعد ما أخذت تقاعد وتقاعدت شهور رجعت إلى الكتابة ورجعت إلى الشعر. نعم من قبل كنت لهنا نمشي معاك لسؤال مهم زاد أعتقد. متى يكتب الشاعر؟ عندما يقرر. أنت بقيت سنوات منقطع ثم قررت العودة. نعم. هو أنا دائما أقول مقولة أقولها دائما، هو إذا كان الشعر هو جسد فإن الأحاسيس والمشاعر هي روحه، فكيف يعيش الجسد بلا روح؟ إذا الأحاسيس والمشاعر لا تتملكك لا تستطيع أن تكتب أي شيء. هي إلهام، أحاسيس، مشاعر، الإنسان يعبر عليه، يعبر بالكتابة. هو التعبير، الشعر هي أحاسيس ومشاعر نجسمها بالكتابة. نعم. هي انت انقطعت اختياريا ورجعت بطريقه اداريه، العمل الاداري. يقرر الشاعر ان يكتب متى يشاء وينقطع عن الكتابه متى يشاء. هو ان كنا نقول لا تقول المغني غني، فالاكيد اننا لا يمكن ان نطلب من الشاعر ان يكتب عندما يريد الغير، عند الطلب. طبعا معناها الشعر هو وليد انفعالات منها داخلية، منها في إطار تواصل الشاعر مع المحيط، منها في إطار من التجارب الخاصة، منها يحاول أن يترجم تلك الحالات إلى منها نصوص منها مختلفة طبعا، منها تعبر على ذاته، تعبر على ذات الغير، تعبر على مشاكله، تعبر منها على كل ما يختلج في صدره وما يختلج في صدر الغير، لأن منها الشاعر والكاتب بصفة عامة ما هو إلا مرآة من المجتمع، ما هو إلا مرآة من لذات الإنسان. نعم. أنا هك علاش أنا في فترة ما قد يحس الشاعر أنه غير قادر على الإضافة، قد يحس الشاعر أنه غير قادر على التعبير، فيلتزم الصمت. وعندما تتواتر الأفكار، وعندما تتواتر الانفعالات بشكل غير إرادي، فإن الكلمات تنهمر. نعم، ونحن نريد أن نصمت حتى نترك لك المجال والأستاذ عبد الرزاق شاكر، كل واحد يختار لنا قصيدة في حوار شعري يجمع الأستاذ عبد الحكيم الربيعي والأستاذ عبد الرزاق شاكر. ماذا تريد أن تهدي للسادة المستمعين؟ تفضل سي عبد الرزاق حاضر ولا سي؟ نبدأ ديما بسي عبد الرزاق أكبر منا سنة. بارك الله فيك. شكرا. شوية بربي إيكو كابتر. شكرا. أبدأ بقصيدة عاشقة المطر اللي هي تحمل عنوان الديوان. حبيبة الدرب الطويل، نشوة العمر، حبك المتجبر المتكبر غزا جسمي وانتشر. لو خيروني بينك وبين نساء الدنيا لاخترتك أنت من دون البشر. بين ذراعيك أبغي الحياة، على صدرك أحبذ أن أحتضر.
وإن كان الانتحار حراما فأنا من أجلك أنتحر. كفى شكا وظنونا فأنت المنى أنت القدر. أقسمت برب العرش أن أهواك طول العمر. لا تسقيني ماء الحياة بالذل، فإن غضبت غضبي مر. لو تبغين ضياء الكون لوضعت بين يديك الشمس والقمر. لو تطلبين الماس والياقوت لقدمت لك كنوز الأرض والبحر. فاهنئي وقر عينا، لن أرحل لن أهجر ولن أنوي السفر. لقد محوت من ذاكرة الغدر والخيانة وكل شر. فكوني لحبي وفية، وكوني حبيبة العمر، وكوني كما أنت ملاكا عطر. فأنا أحبك يا معبودتي، يا ملهمة أشعاري، يا عاشقة المطر. أسنة روحي، تتراص الكلمات على الشفاه وتتزاحم الأفكار في رأسي، وأنا بين وآه عاجزا عن البوح بما في نفسي. تبلد ذهني، أسنة روحي، وفقد أريجه قولي. يا مفردات اللغات، أغيث روحي ومهجتي. كيف السبيل للانعتاق من حبي، من خجلي، من يأسي؟ هل لي بلفظ الحياة أشدوه وأسمعه على مهلي. أحبك ضاعت مع الآهات وتحجرت كما هي نفسي. قالت لي كلمة وعاودتها وابني من مرة حفظتها قالت لي نحبك وروحي عندك، من قلبها مش من شفتها. قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها. قالت لي يا رمز حياتي، يا متعافي عالذوقاتي، يا مرايا نشوف بها ذاتي، توريني انتي صورتها. قالت لي نحبك وروحي عندك، من قلبها مش من شفتها. قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها. قالت لي كلمة وعاودتها وابني من مرة حفظتها. قالت لي نحبك وروحي عندك، من قلبها مش من شفتها. قالت لي نعزك من قلبها مش من
قالت لي غني غني لي قافلة، غني لي قافلة، وما تقولش ما ضعفها طفلة، وما تقولش ما ضعفها طفلة. أنا حياتي عبارة على حفلة، أنا حياتي عبارة على حفلة، ما فما الا انتي زينتها. قالت لي نحبك وروحي عندك من قلبها، من قلبها، من قلبها مش من شفتها. قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها. كلمة نحبك يا محلاها، يا محلاها، من روحك نفهم معناها، من روحك نفهم معناها. لو نتفتفت ما ننساها، لو نتفتفت ما ننساها. أنا اللي نعرف قيمتها. قالت لي نحبك وروح عندك من قلبها، من قلبها، من قلبها مش من شفتها. قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها. قالت لي كلمة وعاودتها، وعاودتها. وابني من مرة حفظتها، حفظتها. قالت لي نحبك وروح عندك من قلبها، من قلبها، من قلبها مش من شفتها. قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها. سيد علي على موجات إذاعة تونس الثقافية في الأيام. نواصل لقاءنا واحتفائنا بالشاعر عبد الحكيم ربيعي والشاعر عبد الرزاق شاكر. شاعر عبد الحكيم الربيعي وديوانه اجتاحني حلم، والشاعر عبد الرزاق شاكر وديوانه عشيقة المطر. قدموا لي زوز قصايد بربي. اهلا وسهلا بكم مره اخرى. سي عبد الرزاق، انت قريت عشيقة المطر اللي هو عنوان الديوان. سي عبد الحكيم، انت القصيد بعنوان أسنة روحي. أسنة روحي. طيب نبقى معك سي عبد الحكيم. سي عبد الحكيم، تحدثت على المضيل، تحدثت على جهاتنا الداخلية، تحدثت على رتابة النشاط الثقافي ما بين قوسين. فالجهات هذيك لا يعكس هذا رتابة عامة تعيش على واقع البلاد في اعتقادك أستاذ؟ هو صديقي من كي لا يفهم كلامي بالخطأ، أنا تحدثت على المضيلة من باب أنها موطني، ما أنا ولدت في المضيلة، لكن من الساحة الثقافية حتى نضع الأمور في إطارها. احنا نحلل ونناقش أحداث وأشياء وقضايا ثقافية نراها. أنا أختلف معك، ربما أختلف مع سي عبد الرزاق، كل واحد وجهة نظره. احنا لا معنا حتى علاقة سلبية بأي طرف من الأطراف. احنا نقيم. شكرا سي حتى نضع الأمور في إطار. أنا شكرا توضيح من هذه المسألة، لأن من هذا الوطن من جميل ولا يحتاج إلى تعلات منها وتقسيمات منها وهمية. نعم نعم. نقول أن منها الساحة الثقافية تعيش رتابة. المرد متاعها هي حالة التصحر التي كانت
تعاني منها الساحة الثقافية. فعلا كنا منها كنا ولا زلنا بعض الشيء منها في حال تصحر، حال تهميش من الثقافة. منها سابقا كانت المعاملات الخاصة والانتماءات الخاصة كانت تحدد منها نوعية الأنشطة ونوعية الأشخاص الذين من يشاركون فيها. بعد الثورة للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد، وأقولها وأعيدها لثالث مرة، من أكثر المجالات التي تأثرت والتي منها تراجع منها مردودها هي الساحة الثقافية. لماذا؟ لماذا؟ أقول جيدا لماذا؟ قبل الثورة كانت المبادرات الفردية مساهمة فعالة في النشاط الثقافي، رغم أن من مساهمة الدولة كانت محدودة. بعد الثورة نلاحظ أن هذا الوطن المسكين تواصلت معه الأزمات المالية واحتدت بشكل كبير، بشكل أن حتى ميزانية وزارة الثقافة تراجعت، واهتمامات الأشخاص المعنيين بالشأن الثقافي أصبح لهم اهتمامات بمجالات أخرى، أصبحوا يختارون من رجال السياسة لدعمهم وهمشوا واستهانوا بالمجال الثقافي. فعلا فقدنا سند كبير جدا بعد الثورة. أني مثلا في جمعية باش نوصل نقوم أنا بنشاط، صدقني عندما أقول لك نصل إلى حالة يرثى لها. نعم، تحكي على الصعوبات المالية. سي عبد الرزاق تفضل، راني راجع لك سي عبد الحكيم. تفضل سي عبد الرزاق. هو في الحقيقة عندما قامت الثورة، هي قامت ثورة نستطيع أن نقول هي ثورة سياسية بحتة. نعم. لم تكن ثورة ثقافية. لو كانت ثورة ثقافية بطبيعة الحال لا نجحت الثقافة، خاصة الإنسان أو المثقف غلبه الميدان الاجتماعي، مثلا الشؤون الاجتماعية، الأشياء الاجتماعية، الأشياء المهمشة، فلم يجد حظه في الميدان الثقافي. سامحني تهمش. ثم معناها عنصر آخر مهم جدا. أنا حبيت نسألك خاصة في العناصر. أنت تحدثت على تغيير الرؤية في التعامل مع الثقافة، لكن الثقافة الآن تحدثت وقلت أنه الميزانية المخصصة لوزارة الثقافة تقريبا ميزانية أقل بكثير مما كانت عليه. هذا أولا. ثم وكأنك حملت المسؤولية للنظام فقط، للوضع السياسي فقط، وكأن المثقف كان يعني متأنق، كان يعني يقوم بواجبه، كان ضمير الشعب، ضمير الأمة بحق، وكأنه كان ينتج فاعل، وكأنه لم يكن له أي دور في هذا التقصير. شكرا على الملاحظة صديقي. قبل التعقيب على ملاحظتك نحب نذكر عنصر آخر كان له دور كبير ياسر في تهميش الساحة الثقافية في الوقت الراهن، وهو قانون الجمعيات الجديد الخاص بتمويل الجمعيات. للأسف الشديد لم تستثنى الجمعيات الثقافية في هذا القانون، وهو قانون جائر على الجمعيات الثقافية. أنا أتفهم جدا من خوف من السلطة من هذا الكم الهائل من الجمعيات والاختراقات التي ممكن أن تصير منافعها، لكن رجاء الجمعيات الثقافية هي أنشطتها بمبادرات خاصة ومبادرات حينية. إذا كنا ننتظر إجراءات قانونية وتراتيب إدارية فإن كل مبادرة ستنطفئ. نعم. رجاء مراجعة قانون الجمعيات فيما يخص تمويل الجمعيات الثقافية بدرجة أولى. نعم. فيما يخص دور المثقف، أؤكد صديقي أنه إذا توفرت الظروف الملائمة لنشاط المثقف فهو قادر أن يقدم مشروع ثقافي متميز يبني تونس الغد. هذا أكيد. نعم. قدرة رهيبة. إن كنا نريد تهذيب السلوك، إن كنا نريد تهذيب الأخلاق، إن كنا نريد مقاومة الإرهاب، تهذيب فهم الدين
لا يكون هذا إلا بنشر الثقافة وبمشروع ثقافي. بمشروع ثقافي، والأشخاص المؤهلين لهذا لبناء ولتقديم هذا المشروع هم أهل الثقافة. صديقي، تونس محتاجة للمعلم والتلميذ، محتاجة للمهندس والإداري، محتاجة لرأس المال وتحتاج للعمل، لكنها محتاجة بدرجة أولى للمثقف، لأنه هو من يقدم مشروع تونس الغد، وهو من يقدمه، وهو من يدافع عنه ويبسطه للجميع. نعم سعد الرزاق. خاصة المثقف جاءت الثورة فهمشته بصراحة، وكما قال صديقي الدعم الثقافي يكاد ينعدم. الدعم الثقافي كل مثقف لا يبرز في الساحة الثقافية إلا عندما تتوفر له الإمكانيات المادية. نعم المادية. المثقف في هذا الوقت بالضبط هو منشغل بالساحة بالساحة السياسية، وخاصة بشؤونه الاجتماعية وشؤونه مثلا العائلية وذلك، ومنشغل أيضا هذا بالدفع وبتمويل ذاتي على نفسه وعلى نفسه. نعم. ممكن للتوضيح صديقي. تفضل أستاذ. نحن تحدثنا على إشكاليات الوضع الثقافي والحالة المزرية للساحة الثقافية، لكن من الملحوظ أن ثم طفرة في الإنتاج بعد الثورة. سنأتي إلى هذا بعد طفرة في الإنتاج بعد الثورة. نعم بعد قليل، لكن خليني نمشي لسؤال مهم ظهر لي في نفس السياق. شنو رأيكم أنتم كمثقفين كشعراء توانسة، شنو رأيكم في مشاركة المثقف في العملية السياسية؟ تعرفوا ثم حاليا نحن على أبواب انتخابات، ثم مثقف في هذا الحزب، مثقف في ذاك الحزب. هل تعتقدان أنه هذا ينجم يعطي فرصة أخرى للوضع الثقافي باش يتطور، للوضع الثقافي باش يتصلح؟ إذا كان مثقف ربما في مركز سلطة ينجم يعطي حق الشأن الثقافي اللي يعاني من صعوبات مادية، اللي يعاني أحيانا من بعض كما قلت من قانون، وذكرت منذ قليل قانون الجمعيات اللي يساوي ما بين الجمعيات الثقافية والجمعيات غير الثقافية، وهذا في اعتقادك ما هوش صحيح اللي يميز ما بين المثقف هذايا والمثقف هذاك؟ شنو رايك سي عبد الحكيم وشنو رايك سي عبد الرزاق؟ صديقي، نبدأ من مبدأ أن كل شاعر وكل كاتب، كل صاحب قلم بصفة عامة، كل مثقف له مرجعية فكرية. هذه المرجعية الفكرية هي التي تحدد مسارات كتاباته وتوجهاته، بما يعني أن له فكرة يدافع عنه، له مبدأ يدافع عنه. من ليس له مبدأ أعتقد لا يمكن النظر في كتاباته بشكل جدي. أنا أعتقد هذا في الممارسة السياسية. نعم، هذا في الممارسة السياسية أعتقد من الأفضل أن لا ندخل التحزب في العمل الثقافي، لكن كنشاط سياسي، كطرح باش نطرح اني كمثقف، باش نطرح حاجه تخدم المشروع الثقافي بصفه عامه في البلاد، باش تحسن الوضع، باش تغير الاوضاع نحو الاحسن. هذا لا يمكن هذاك في صلب العمليه، ونحن شركاء كما قلت سابقا. بقدر ما نحتاج من السياسي نحتاج المثقف لبناء هذا الوطن، لكن عندما نتحرك، عندما نتكلم من منطق تحزب، فإن المصالح ستتضارب، والكل سيحاول أن يغلب رأيه، وسندخل في صراعات جانبية لا طائل منها تزيد الوضع سوءا. سيحيد المثقف عن دوره. بالضبط. طبعا. نعم، تفضل. المثقف إذا كان ديما في إطار المشاركة في العملية السياسية. إذا المثقف يشارك في الحياة السياسية، معنى ذلك أنه سيكتب. ماذا سيكتب؟ سيكتب حسب ميولاته، فيحيد عن الدور الأساسي للمثقف. نعم. ثاني حاجة. طيب تفضل سعد. ثاني حاجة،
أنا أرى أن كل مثقف لابد أن يكون محايد، يكتب كتاباته حسب رؤاه، حسب المشاعر نتاعو، حسب الأحاسيس. وفي بعض الأحيان لا ينسى بطبيعة الوطن، لا ينسى الوطن أو لا ينسى قصيدة وطنية أو غير ذلك لتصحيح مسار من المسارات. فهمت بالضبط؟ سامحني. نعم تفضل سامح. هو إذا تحدثنا بمنطق المواطنة، بمنطق المواطنة فالمثقف مواطن معني بكل ما يحدث في هذا الوطن، وله الحق في إبداء الرأي، وله الحق في تقديم الصورة التي يحلم بها. بقي عندما نقدم مشروع مجرد ليس مشروع حزب، نفس الفكرة. منطق المواطنة يفترض انك تكون شريك ومتفاعل مع كل ما يحدث في الوطن. بقات يجب اختيار الطريقة التي سنقدم بها الطرح والمشروع. قلت حتى لا يحيد عن دوره. الآن المثقف التونسي في كل هذا في خضم كل هذا الحراك، في خضم ما نعيشه من تحولات، تعتقد أنه قائم بدوره أستاذ؟ والله عندما نلاحظ إجماليا الوضع في تونس، نلاحظ أن المثقفين الذين يتحدثون بمنطق حزبي يلاقون التهميش. لا بعيد على المنطق الحزبي. المثقف اللي ما عندوش وفي القضايا شعبه، واللي مارس في الثقافة بعيد على كل أشكال السياسة وبعيد على كل أشكال التحزب. تعتقد أنه قائم بدوره؟ أنت مثلا أستاذ، هل قمت بدورك في إنارة العقول، في أحداث رجة، في المشروع، مشروع تونس الجديدة الذي نحن به؟ طبعا نحاول قدر الإمكان أن نساهم في بناء هذا الوطن. باش نحاول ندخل موضوع في موضوع. في افتتاح صالون الربيع الثقافي سنأتي إليه مثلا، لا باش نعطيك مثال. في افتتاح صالون الربيع الثقافي كانت أول فقرة من افتتاح الصالون فقرة مخصصة للتلاميذ، في حضور منعد كم هائل من الشعراء، وخصصنا أول فقرة أعطيناها عنوان براعمنا تبدع. تخيل أنت في حضور 68 شاعر، تلميذ لا يتجاوز سنه 15 سنة هو من يبدأ بالقراءة. نحن لم نقم بهذه العملية اعتباطا. نعم. نحن لم نقم بهذه العملية في إطار مشروع، في إطار رؤية منكم. نعم. طبعا نحن نرى أن ذلك الطفل هو مشروع تونس الغد. يجب أن أعطيه فرصته من الآن حتى يجد في نفسه القدرة. نعم. سليمان بن يوسف ذكرتني بقول سليمان بن يوسف، عجبتني القول. يقول احنا راهو البلاد هذه ما خذيناهاش من جدادنا، راه نسلفناها من عند صغارنا. بالضبط. تفضل سي عبد الرزاق. بطبيعة الحال هو المثقف كما قلت في بعض الأحيان يتدخل بأفكاره نعم وبكتاباته، وبطبيعة الحال يضيف شيء من الأشياء. مثلا إذا كان يقوم، يعدل، يصحح، ضد الإرهاب، ضد كذا. نعم. مثلا إذا كان هو ضد الإرهاب يكتب قصيدة أو يكتب مثلا قصيدتين ضد الإرهاب أو وطنية، أو مثلا على الشأن العربي أو نعم. غير ذلك. نعم. بطبيعة الحال هو يساهم في تقويم بالضبط. هو يساهم، وهذا ما أقوله، لكنه لا يكتفي مثلا كما نقولوا بفكره سياسيه او فكره مثلا بعيد على كل اشكال. بعيد على كل السياسة. نحن نلاحظ الان اني اكثر اطراف تقاوم في المد الداعشي، في هذا المد الداعشي الذي يعيش الوطن العربي، هم رجال السياسه ورجال الثقافه. نعم. في النهاية الفكرة اللي عندك أنه راه ثم علاقة، لكن كل واحد يقوم بدوره. أكيد. نعم. أكيد. نعم. تفضل. اش اخترت لنا سي عبد الرزاق؟ اخترت لنا سي عبد الحكيم، وبعدكم إن شاء الله باش نستمعوا لجهد الزمان بالحب، ثم نترك المصدح لزملائنا في قسم الأخبار. تفضل. إن شاء الله أنا اخترت لك قصيدة بلحن الزمان. لحن الزمان، وبعد باش نستمعوا لجهد الزمان بالحب بالكلمات لعلي الورتاني. نقول في القصيدة هذه: ما زلت للعشق أستكين، وللشعر الجميل
أحن وأستقر. هل تعلمين كم أحبك؟ عدد النجوم والبشر، عدد أوراق الشجر، عدد حبات المطر، عدد قطرات دمي، عدد الخلايا في جسمي تنتشر. أحبك يا نور العيون، أحبك أنت حتى فقدت الصواب. تمردت على الدنيا وعلى القدر، بلغت بحبك حد الجنون، فالنفس تهدأ ولا العقل تاب. أحب الحياة وأنت الحياة، وكيف بغيرك يصفو الشراب. أحبك روضا عطور الكيان، أحبك فكرا بغير حجاب. أحبك لحنا يطرب الزمان، يفجر في القلب نبض الشباب. أحبك ظلا رفيق الدروب، وأحسد حتى عليك الثياب. أغار عليك إذا من نسيم يقبل الشفاه العذاب. أغار عليك من همس النظر، أغار عليك من غمز الشباب، أغار عليك من عيون الذئاب. وإني أحبك إلى حد الممات، وبعد الممات ليوم الحساب، وقلبي تمزق حبا وذاب. شكرا سي عبد الرزاق. يعطيك الصحة سي عبد الرزاق. تفضل سي عبد الحكيم. قرأت في الأول قصيد ذيلت به الديوان، والآن سأقرأ أول قصيد في الديوان، وهو بعنوان حلم مرير، وبسطره الأول عنوانت ديواني. اجتاحني حلم أورثني أرقا وهوسا وليلا طويل. عيني محدقة في درد، وكما السراب يتراءى كوخ صغير، وطيف كحور العين همسه خرير جدول في يوم صيف جميل. ينادي نغما تعالى فأنا المصير. أعدو وأعدو، ولكن ما لهذا الضرب لا ينتهي؟ كم هو مضن وطويل. أنهكني العدو والكوخ لا يزال بعيد. يغرق حلمي في برك من عرقي، تتصاعد أنفاسي توقظني ويغشاني ذهول. يؤرقني أرقي يغرقني سهدي في بحر من الوهم. سأمت نفسي مهوسا بنوم طويل، يوصلني إلى نهاية درب يدنيني من طيف حلم. يا لهذا الحلم، يا لطول ليله، كم هو مرير. يا
الحب غنالي الحب غنالي يا بهجة الأيام يوم تنتهي الأوهام يا بهجة الأيام يوم تنتهي الأوهام يا بهجة الأيام يوم تنتهي الأوهام طل الحبيب وهام قلبي وجداني طل الحبيب وهام قلبي وجداني وجداني يا ما سهرت الليل أحلم وأتمنى أحلم وأتمنى قلبي وحيد وعليل وعليل طول عمره يستنى طول عمره. تونس الثقافية تقدم موجز الأنباء. تحية طيبة من قسم أخبار إذاعة تونس الثقافية. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق سرسار يعقد ظهر اليوم ندوة صحفية للإعلان عن نتائج التسجيل في الانتخابات المقبلة. ندوة صحفية كذلك ظهر اليوم لوزراء التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بمقر رئاسة الحكومة حول الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية المقبلة. سعر لحم العلوش الحي سيكون ب10 دنانير قبل فترة عيد الإضحى بحسب ما صرح به المكلف بالإعلام بوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي. قائد القوات الأمريكية في إفريقيا يصرح بأن الولايات المتحدة منحت تونس مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليون دولار. وزارة الشؤون الدينية تعلن في بلاغ لها اليوم أن آخر أجل للقيام بإجراءات السفر إلى البقاع المقدسة سيكون يوم السبت 6 من شهر سبتمبر 14 و2000. في أخبارنا العربية والعالمية وفي آخر تطورات القضية الفلسطينية، قوة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية. في الملف السوري، المرصد السوري لحقوق الإنسان يفيد بأن الطيران الحربي السوري نفذ اليوم 5 غارات بالعاصمة دمشق. في سوريا كذلك الأمم المتحدة تصرح بأن الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة بينهما. وأخيرا، فجر ليبيا يؤكد أنه ليس تنظيما ولا حزبا وليس له أي أجندة سياسية. انتهى الموجز، نلتقيكم على رأس الساعة، في أمان الله. إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الأيام. الأيام لقاء يومي لرصد الإيقاع الثقافي وطرح أسئلة الثقافة وقضاياها.
أتذكرك يغمرني شوق الوصالك، واتصورك أحضن في روحي خيالك، يا مطول الغيبات أشتاق لك بالذات، يا مطول الغيبات أشتاق لك بالذات، مهما تكسى أعذرك أنا أعذرك، مهما تكسى أعذرك أنا أعذرك. أتذكرك يغمر شوق الوصال، واتصورك أحضن في روحي خيالك، يا مطول الغيبات أشتاق لك بالذات، يا مطول الغيبات أشتاق لك بالذات، مهما تكسى أعذرك أنا أعذرك، مهما تكسى أعذرك أنا أعذرك. يا ريرا يا ريرا يا ريرا يا ريرا يا ريرا. إحساسي بك شي غير ما حسه العشاق، ما حسه العشاق، أكبر من التعابير وأقوى من الأشواق، أقوى من الأشواق. إحساسي بك شي غير ما حسه العشاق، ما حسه العشاق، أكبر من التعابير وأقوى من الأشواق، أقوى من الأشواق. انت الوحيدة اللي طيفك مثل ظلي، انت الوحيدة اللي طيفك مثل ظلي، وبرود قلبي انثرك واتذكرك، وبرود قلبي انثرك واتذكرك، يا مطول الغيبات أشتاق لك بالذات، يا مطول الغيبات أشتاق لك بالذات، ومهما تكسى أعذرك أنا أعذرك، مهما تكسى أعذرك أنا أعذرك.
عن بالي لا بتغيب، عن بالي لا بتغيب. القلب لك مفتوح في كل ود وطيب، في كل ود وطيب. تروح مهما تروح عن بالي لا بتغيب، عن بالي لا بتغيب. القلب لك مفتوح في كل ود وطيب، في كل ود وطيب. احتاجك بعمري مثل الهوى بصدري، احتاجك بعمري عمري مثل الهوى بصدري. جرحني وانا اشكرك واتذكرك، تجرحني وانا اشكرك واتذكرك. يا مطول الغيبات اشتاق لك بالذات، يا مطول الغيبات اشتاق لك بالذات. مهما تكسى اعذرك، اعذرك انا اعذرك. مهما تكسى اعذرك، اعذرك انا اعذرك. صباحكم تونسي من جديد، تحية طيبة مستمعينا، مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد في الأيام في الجزء الثاني. رحلة الأيام تتواصل إلى حدود منتصف النهار. تحية إلى زميلتنا ليلى بوعجيلة تنسق معنا هذا اللقاء، كذلك كوثر البجاوي المتأنقة المتألقة على الهندسة التقنية، وسعداء جدا بحضور الأستاذ الشاعر عبد الحكيم ربيعي والأستاذ الشاعر عبد الرزاق شاكر. صباحك تونسي مرة أخرى سي عبد الحكيم، صباحك تونسي مرة أخرى سي عبد الرزاق. ونرجع لإكمال حوارنا. الحركة الثقافية قلت أنها تعاني نوعا ما من الرتب، هذاك علاش خذيت على عاتقك من المضي المستير باش تأسس صالون ثقافي. هو ممكن المصادفات معناها اقتضت أني أستقر بالساحل. أنا في قصيبة المديوني، مدينة جميلة احتضنتني، معناها شكرا لها وشكرا لأهالي قصيبة. فسحوا لي المجال من للنشاط بينهم، بارك الله فيهم، أنا ويسعدني جدا. كانت الفرصة باش نأسسوا صالون حبيناه يكون معناها صالون خاص. نحن نعتقد أن حرية العمل الثقافي معناها شرط لازم للإبداع. وأسسنا هذا الصالون مع مجموعة نيرة معنا من مثقفي الجهة. من أذكر على سبيل المثال صديقنا نوري قم شاعر، صديقنا الشكري المسعي، أختنا سعاد بن مفتاح، صديقنا سامي بن علي، صديقنا سمير عياد معناها، أو زوجتي كوثر فرج، وصديقتنا أحلام الرياني. معناها كانت مجموعة نيرة، اتفقنا أن معناها نأسسوا صالون إبداعي ثقافي معناها يفتح أبوابه لكل من آمن بالحرف الجميل، لكل من كانت له القدرة على الإبداع بأي أشكال، معناها سواء كانت معناها بالحرف أو بالموسيقى أو بالرسم. معناها وكل أنشطة الصالون
كل أنشطة الصالون تكون فيها يكون فيها الرسم، تكون فيها الموسيقى، ويكون فيها الكلمة الطيبة والشعر الجميل. نعم، الصالون هذا يظهر لي عنده عديد من الأنشطة، منهم نشاط مهم اخترتوا له اسم جميل برشا، البحر ينشد شعرا. سامحني ناظم، أنا قبل ما نحكي على البحر ينشد شعرا أنا سأذكر في عجالة من النشاطات السابقة. أول ما بدينا نهار 27 أفريل قدمنا شاعر صالح خليفة، وهو منه صاحب أكبر مدونة شعرية باللغة الفرنسية في القرن الحديث. نتمناكم فعلا صديقنا ناظم أنك تستضيفه وستستمتع جدا. ثم نظمنا في 10 ماي على ذمتكم إن شاء الله سنحاول تنسيق بينكم وتأكد أنك ستستمتع أنت والمستمعين. هذا وعد مني. قمنا يوم 10 ماي بأمسية أعطيناه عنوان من علمني حرفا أهديه شعرا ورسما. أنا هذه الأمسية فن تشكيلي هذه الأمسية أنا كرمنا فيها الزملاء الذين أحيلوا على شرف المهنة. أنا كانت بحذانا صديقتنا أسماء المرقاوي وعرضت لوحات متاحة، لوحات فسائية متميزة جدا، وكان عندنا حضور لافت من شعراء الجهة. ثم قمنا بالافتتاح الرسمي للصالون في 7 جوان. 7 جوان كان الافتتاح الرسمي، حضر بحذانا تقريبا 68 شاعر من كافة أرجاء الوطن، من بوزيد، من تونس، من القصرين، من صفاقس، من نابل، من الشمال الغربي، من الحصيل. كانت لمة طيبة. هذه الأمسية أعطيناها عنوان معا سنبني ربيع الوطن. وكان من الغاية من التجميع هو لم الشمل. قمنا فيها بتكريم من أحيلوا على شرف المهنة في المؤسسات الثقافية والتعليمية من العملة. نعم. من العملة. وكان بحذانا صديقنا رشيد الرحموني الرسام الكاريكاتوري عمل المعرض. صديقنا رشيد شكرا ليه من هذا المصدح. وكان حضور متميز ولافت من الشعراء واغلب الاعلاميين ثم فعلا ثم حضور اعلامي. كان بحذانا صديقنا محمد ماطر سميده، كان بحذانا صديقنا كمال حمدي، اختنا سماح قزالة من الاذاعه الثقافيه، مهدي خليفه، صالح السويسي، الحصيل. كان ثم لما طيبه. ثم قمنا بأمسية شعريه اختتمنا بها معرض الكتاب المنستير. اعطيناها عنوان همس القوافي. نفس الشيء ديما كان حضور للموسيقى وكان للشعر. لهنا بالله بربي فرصة باش نشكر صديقنا الفنان محمد الناصر، لأنه فعلا فنان بيتم معنى الكلمة. صوت جميل وأخلاق أجمل. ثم ننوي بإذن الله القيام بأمسية أردنا أن تكون في إطار متميز تفاعلا مع الإطار الجغرافي الموجودين فيه، اللي هو منستير مدينة ساحلية، مدينة سياحية. نعم. حبينا نعملوا أمسية شعرية في البحر على ظهر باخرة. أعطيناها عنوان البحر ينشد شعرا. الأمسية في 6 سبتمبر. نأكد لك أن اليوم قداش في الشهر اليوم 26 تقريبا تم حجز كل الأماكن. ما ثماش مكان إذاعة لا أكيد نخليكم بلاصتي. ومرحبا بكم. مرحبا بكم. بدون شك. لا باش نوري لك القبال والرصيد اللي عند الصالون نتاعنا عند الشعراء. الحمد لله يا ربي لو خيانة تجينا تلقى الجو الباهي، تلقى اللمة الباهية، تلقى الجو الودي، ما عندناش اشكاليات، ما عندناش مفتوحة للناس كلها. ومرحبا سي عبد الرزاق انت مشارك وسامحني بالله سي عبد الرزاق شاكر من الاعضاء المنتسبين الذين يتشرف بهم الصالون، وهو عنصر ناشط وله رصيد كبير من الاحترام عندنا. لا اكيد باش يكون حاضر في التظاهره هذه البحر ينشد شعر. سي عبد الرزاق، سؤالي لك انت الان يتعلق بالعالم الافتراضي. ناشط جدا انت على صفحات الفيسبوك، وظهر لي عوض بها التاخير اللي حصل في اصدار ديوانك الاول. وهو راهو السؤال زاد موجه لك انت سي عبد الحكيم. يعني هالعالم الافتراضي الى اي مدى يوفر للشاعر مساحه للانتشار؟ تفضل سي عبد الرزاق وانا جالسي هو العالم الافتراضي ممتاز جدا، ويمكن الشاعر نعم. يمكن الشاعر أن يتميز وأن يظهر في الساحة الثقافية. واضح جدا أني وصلت
إلى حد الآن من الأصدقاء 5000 أو أكثر من 5000 أنا من الأصدقاء العرب أيضا. أنا من مصر ومن الأردن من المغرب من كل دولة عربية. من كل الدول العربية. كل الدول العربية. هو هل عوض هذا الكتاب؟ بطبيعة الحال الكتاب هو يبقى إلا آلة توثيق، أو مثلا يوثق ما قدمته أنت في العالم الافتراضي. لابد أن يوثق، خاصة شنو أنا عاولت وقمت مع العالم معنا ونشطت كثير في العالم الافتراضي، نظرا لأني أضعت كثير من السنوات الماضية. كما قلت أنت سيادتك اللي معناها مبرز الكتاب إلا بعد سنوات، لأننا في قبل العالم الافتراضي أنا بصراحة أقولها ما كنت أفكر أبدا أن أنشر كتاب. أو أنشر كتاب، لكن في العالم للعائلة أنا جايين الكتاب هذا وسنة بنتك أكيد عندها دور. رجولة تحية سنة شاكر منا ما نعرفوهاش. نحن صديقي في زمن الصورة والصوت. نعم الكتاب الأول الحديث، لا سامحني نظم أنا سواصل الحديث من العالم الافتراضي. نحن في زمن الصورة والصوت، معناها إن كان الوصول للوسائل الإعلامية منها سواء منها مكتوبة أو مسموعة من الصعب منها البرمجة مع الإذاعات أو التلفزيون. عليه سعيد باش تبرجوا معنا. لا طبعا حاضر الحصة الثانية على التوالي. شكرا ناظم، لكن هذا في إطار اختصاص من بحكم أنه معني بشأن ثقافي، لكن أنا نحكي على الناس العاديين. الناس العاديين اللي معناها ما توفرت لهمش الفرصه ان يكتبوا ان هذا شنو نقصد بالضبط. معناها اذا ان كان معناها الوصول معناها للمساحات معناها الوسائل الاعلام معناها صعب للبعض، فان الوسائل الاتصال الاجتماعي من فيسبوك من تويتر من جوجل بلس وفرت مجال واسع معناها لهؤلاء الاشخاص كي يستعرضوا عضلات. أقول جدا استعراض عضلات منها يتم على صفحات الفيسبوك، يتم منها على صفحات تويتر وعلى صفحات الجوجل بلس وغيرها منها، والكل يسمح لنفسه منها بالنشر والتعبير كما يريد. أنا عندما قلت يستعرضون عضلات ليس من باب من التقييم، نعم. لكن من أقصد من باب كثرة النشر وكثرة تواتر النصوص والكثيرون وجدوا على صفحات الفيسبوك متنفس هو مجال كبير مجال واسع للتعبير عن مكنونات. نعم، لكن ثم شكون يقول انه تو هو سي عبد الرزاق حكى على الكتاب الورقي، قال انه راهو مجرد توثيق. اما شكون يقول انه الكتاب الورقي يكون بمثابة الحب الاول، يعني فرحة كبيرة تغمر الشاعر وقت اللي يصدرك الكتاب هذاك والمولود متاعه المولود البكر اللي يكون فيه عصارة متاع احساس، مش مجرد صدقني صديقي ناظم. انا لي 3 أبناء، عصام الدين وإسلام وتقوى، وانضاف لي أخيرا ابن جديد وهو اجتاحني حلم. أنا هذا الكتاب هو لا أجد التعبير التي ممكن أنا أصف بها هذا الكتاب، ولكنه نبض أنا قرة العين، لأنه فعلا حلم قلب القلب من القلب هذا الحلم الذي اجتاحني طويلا وولد في 2014. نعم، شنو رايكم نستمعوا القصيد من اختياركم، ثم نستمعوا النغم ونرجعوا باش نحكيوا على الطفره هذه والكتاب، نتوغلوا في تفاصيل الكتاب هذا اجتاحني حلم وكتاب عشيقه المطر. نبداو بك عبد الرزاق، تفضل. ايش اخترت لنا؟ اخترت لكم قصيده نجم في السماء. نجم في السماء، اعتبرتها نجم في السماء. إذاعة تونس ثقافية. نجم إذاعة تونس ثقافية. نجم لاح في السماء وليد، نجم أضاء في الأفق البعيد، يروي ملحمة الحب من جديد، بلسم يشفي الجراح، بسمة من ثغر سعيد. يا مهجة السماء المديد، احضنيني ضميني فلن أكون عنيد. نجم في الأفق علا، أرسل النور والضياء،
منار العاشق التائه في بحار الشوق في الفضاء. تمنيت لو كنت مطرا لكسوت جسمك ثلجا وماء. تمنيت لو كنت ملاكا بأجنحة بيضاء أحوم حولك كل لحظة وأرتوي منك صباحا مساء وألثم ثغرك العذبى وأداعب خصلات شعرك الصفراء. يا معبودتي يا حبيبة الهيفاء ارفقي بي برب السماء. يا صاحبة الوجه الصبوح، يا صاحبة الوجه الصبوح، يا حبيبة العمر، لكل العالم أبوح، لكل البشر أحبك ولا أعاند القدر. وإن كان الحب عذابا مر لقد هزمني فؤادي المارد وانتصر. تركني أرضا عطشا تطوق للمطر، طيرا هائما في الفضاء بلا وكر، محبا عاشقا أنهكه السهر. لقد أسلمت نفسي رهين القدر، فمهما كنت جمالا ووطنا ودينا يكفيني أنك امرأة عربية، فأنا على باب عشقك أنتحر. ارفقي بي برب السماء برب البشر، يا معبودتي يا حبيبة العمر. يا حبيبة العمر. شكرا سي عبد الرزاق. عندي نص بعنوان المعبد المهجور. أقول: ريح سموم تتلوى تراقص العدم في فناء معبد مهجور. تمائم الموت ينشدها الرهبان، خناجر وجعا تغرز نابها في الحل، تخرس صوتا تعزف لسان اللحن المبتور. لغتي كما الخصيان أو كغوان تنسهن الزمان، أطارد الحرف أرجوه البوح فيأبى، تماهت الأزمان ليل بوجه غربتي، غمامة حبل بالبرد ترجم الشمس لترتعش كل الأحضان، تغفو فصولي على خد دمعي وتستكيل سنابلي للطوفان. جفاني وحيي مذ هجرت أنثى حمام الغار، وأعرض عن المعبد الزوار. أين الورود؟ أين الفراشات؟ هل عزفت عن نشيد الأطيار؟ شكرا. غرام الشوق واقف
أشكر ذوق ووصفني بإحساس ودوبني بلهفة نار شوق سمعني كلام أو قالوا رديت بعيني أشكر ذوق وصفني بإحساس ودوبني بلهفة نار شوق عجبنا كل السهرانين مشتاق بيقابل مشتاق وكأننا 10 سنين مش أول مرة بنتلاقى غرام الشوق جوانا نسينا مين سهران ويانا غرام الشوق جوانا نسينا مين سهران ويانا بعدت عنه هربت منه بعدت عنه هربت منه مشيت ندهني أشوفك فين انت يا خسارة وأنا بطولش وسألني خلاص انتي هتمشي يا خسارة أنا بطولش وسألني خلاص انتي هتمشي ومشيت وأنا ساكتة وبفكر كان شكل حياتي ازاي قبله ده انا كنت لا هسهر ولا حاجي ولا كنت هشوفه ولا قبله من غرام الشوق جوانا نسينا مين سهران ويانا من غرام الشوق جوانا نسينا مين سهران ويانا بعدت عنه هربت منه بعدت عنه هربت منه مشيت ندهلي رجعت له وبعت لي نظرة بعت له مشيت ندهلي رجعت له صباحكم تونسي من جديد. نواصل لقائنا مستمعينا في الأيام. رحلة الأيام تتواصل إلى حدود منتصف النهار ونواصل احتفاء باجتاحني حلم للشاعر عبد الحكيم ربيعي وعاشقة المطر لعبد الرزاق شاكر. خليني نتوغلوا في الكتاب. قبل هذا سي عبد الحكيم قلت انه النشر والشعراء تحركوا بعد الثوره وكانت هناك طفره في الانتاج وايضا ساهم العالم الافتراضي في احداث نقله كبيره في الاطار هذا. شنو تقييمك للاصدارات هذه اذا كان انت متابعه وما دمت قلت كلامك هذا اكيد متابعه؟
هو كما سبق أن قلت من فعلا ثم طفرة في الإنتاج، أنا رغم أنها قلة ذات اليد من لأغلب الكتاب والشعراء، نعم. لكن رغبة في تسجيل أسمائهم في التاريخ، لأن منها إصدار كتاب يعني منها وجود هذا الاسم وتداوله على مر التاريخ بإذن الله. نعم. كانت مبادرات منها فردية من كثير من الأشخاص الذين رأوا في أنفسهم القدرة على إصدار دواوين، ورأوا في دواوينهم القدرة على التواجد والمزاحمة وفرض الذات. صراحة لن أسمح لنفسي بتقييم كتب الغير، نعم. لكن أقول أن مجهودهم يذكر فيشكر، لأنهم أثروا الساحة الثقافية والساحة المكتبية من في تونس وفي الوطن العربي بصفة عامة بإنتاجات من جديدة ومستحثة، وبارك الله فيه. أنا نشد على يديهم ونشكرهم جدا. به عاشقة المطر إلى الشاعر إلى الصديق ناظم هاني، من الشاعر عبد الرزاق شاكر شاعر قرطاج. شنو حكاية الشاعر قرطاج؟ حكاية شاعر قرطاج هي صحفية مصرية نعتتني بقد أنت شاعر المرأة. قلت لها أنا لا أحبذ أن تكون التسمية شاعر المرأة، على الأقل شاعر تونسي من تونس. هذه وقتها هذه سنوات هي وقت قبل حتى قبل إصدار الديوان هذا، إصدار الديوان هذا خاصة في 2011 2012 هيك بالضبط. قلت لها على الأقل أنا تونسي، اختار لي اسم تونسي. فهي في الحقيقة هي اختارت شاعر قرطاج، تقول شاعر قرطاج. قلت على الأقل شاعر قرطاج أهون من شاعر المرأة، لا أريد أن أكون شاعر مرأة. ولو ستدخل في مزاحمة مع نزار القباني. لا، ولو كانت الكتابات بعدها كلها لا. هو في الحقيقة أنا كتبت راهو بصراحة بالطبيعة هي قمة، نزار قباني قمة في الأدب وفي كتابة الشعر، ولكن أنا أتمنى أن أكون على الأقل حتى جزء من تجربة نزار قباني. اجتاحني حلم باش نحاول نخصص في أسئلتي توا. اجتاحني حلم ينتشل المتلقي القارئ من سلطة الواقع بما نعيشه أحيانا من دهشة من ذهول، بكل هذا الحراك اللي يعيش فيه الواقع ليحمله على جناحي الحلم. أستاذ صديقي، أنا أحلم لنفسي، أحلم لابني، أحلم لابنتي تقوى نور عيني، أحلم لكل العائلة، أحلم لهذا الوطن الصغير، وأحلم لهذا الوطن الكبير، أحلم لكل الناس، أحلم عند النوم وأحلم في اليقظة. لهذا اجتاحني الحلم. أحلم بالذكرى الطيبة وأحلم بالغد المنير المزهر. أحلم بكل شيء جميل وبكل ما يمكن أن يصنع ربيع هذا الوطن. لهذا أعتقد أن الحلم هو نبراس الحياة، هو ما يمكن أن يجعل لهذه الحياة من هدف جميل يسعى لأجله الإنسان. وهذا الديوان فعلا كان حلم، كان حلما جميلا. أحمد الرب أني حققت هذا الحلم، وأتمنى الأفضل أكيد ولن نقف عند هذا الحد. اخترت في هذا الديوان 27 قصيد نثري. نعم. اخترت عن طيب خاطر أن أكتب القصيدة النثري. أنا لسائل أن يسأل لماذا لم تكتب القصيد العمودي؟ لا، خليني كمل في الأسئلة. أنا جايك للسؤال هذا. لا طبعا أنا ننتظر. طيب سيد ناظم، علاش اخترت الكتابة؟ هل هو قصور منك في كتابة العمودي أم هو اختيار أم ماذا؟ أنا سؤال جيد، نشكرك أستاذ ناظم. هو الملاحظة أن كل قصائدك هي قصائد نثر، فهل هذا قصور منك على كتابة العمودي أم هو اختيار؟ سأقول لك منها بصراحة تامة. نعم. مللنا من كل الضرورات،
سواء كانت بيولوجية طبيعية اجتماعية أخلاقية دينية أو لغوية. أنا الالتزام بشكل اللغة بشكل القصيد العمودي ترفض الالتزام أنت؟ هو في إطار الضرورات. إن كنا عاجزين عن التخلص من الضرورات التي ذكرتها سابقا، فعلى الأقل بالإمكان أن ننتفض على ضرورة اللغة. القصيد العمودي كل شكل من أشكال الاحترام وأجله جدا، لكني شخصيا اخترت قصيدة النثر لأني أحس بنفسي أكثر انطلاقا، أكثر تحليقا، أكثر حلم، أكثر انطلاقا، أكثر تحليقا، وحلمي ليس له مدى. عندما أكتب لا يتملكني هاجس تفعيل، ولا أفكر أبدا في شكل اللغة، سواء منها في الصدر في شكل القصيد صدرا عجوزا قافي أو روي، وليس عن عجز، ولكن صراحة أحس بذاتي، أحس بنفسي، أحس بحرية تامة مطلقة عندما أكتب قصيدة النثر. وسأكتب القصيدة التفعيلة، وسأكتب بإذن الله القصيدة العمودية عندما تستقر هذه الفكرة في الرأس، عندما أريدها، عندما أرغب فيها. ونعود كما قلنا سابقا، لا تطلب من المغني أن يغني، ولا تطلب من الكاتب أن يكتب كما تشاء. نعم سي عبد الرزاق. أنا كتبت الحقيقة في الشعر العمودي، نعم، والشعر التفعيلة، ونقول احنا شعر الحر، شعر الحر، والشعر النثري. كتبت الأنواع الكل، ولكن أنا أحب دائما حتى ولو كتبت قصيدة في الشعر الحر لابد أن هذا يأخذوه علي أصدقائي، لكن أنا لا أرى مانع منها. هي القافية، أنا أريد أن تتحلى كتاباتي بالقافية. لماذا؟ لكي تكسب النغمة الشعرية، وخاصة عندما أكتب مشاعري بالطبيعة، أكتب أحاسيسي. نعم. ولكن عندما تكتب لابد أنك تعطي هدف للكتابة متاعك، هي أنها تلامس وجدان القارئ، فهمت؟ بما توفر فيها من مناخات رومانسية، وفيما توفر فيها من كلمات حلوة، من كلمات لغة. لابد من 3 قواعد لابد أن تكون هي: أولا اللغة الفصحى، ثم الصور الشعرية، والنغمة. لابد النغمة، أضع دائما القافية، ولكن أصرح وأقول أمامك أنني أكتب الشعر راهو بصفة تلقائية، نعم. القافية تأتي بصفة تلقائية. نعم. هو عندها تحديدا لمفهوم الشعر ماذا نقول؟ الشعر هو الإيجاع في القول والإشباع في المعنى. بالضبط. الإيجاع في القول والإشباع في المعنى. أعتقد أن هذا التعريف ينطبق تماما مع قصيدة النثر. سأقرأ لك نص إن شئت، أنا تأكيدا لهذا القول. نعم. تأكيدا لهذا القول. نص بعنوان الخطيئة بلون الدم. الأكيد إن أردت كتابة هذا النص بشكل عمودي فسيفقد معناه، وستفقد الصورة كل متعة. أقول: تمرد إبليس حسدا، وزل آدم شبقا، وسقط الابن من عمق الجنة، رغبة فخطيئة فندم، هكذا بدأنا فتنة أورثتنا ألم، نرجو الرب يلهمنا الحب، وتبقى مأساة إبليس صورا بلون الدم. لأكيد أني إن أردت كتابة هذا النص بشكل عمودي، نعم. فسيفقد جماليته. نعم. دفاع مستميت على القصيدة النثرية، رغم أنك أنت قلت أنه سوف يأتي يوم ربما أكتب فيه القصيدة العمودية. طيب، في اجتاحني حلم هناك مفارقة أستاذ ما بين زوز عوالم. سؤالي الأول أيضا استمدت فيه في الدفاع عن الحلم، وهنا ربما أسأل عن الواقع. أين الواقع في أشعار الأستاذ عبد الحكيم ربيعي؟ هل أنه الحلم هذا الذي قلت أنك تريد أن أو العالم الجديد الذي تريد أن ترسمه وترسمه أيضا للقارئ سيجعلنا بالضرورة بعيدين عن الواقع وما نعيش فيه من مشاكل؟ وبالضرورة المثقف، تحدثنا عن المثقف، قلنا أنه ضمير الشعب
المشعب، قلنا أنه المثقف هو الذي يتغلغل في واقعه ويصوره بأشكال فيها الرسم، فيها السينما، فيها الكتابة. بدون شك أننا منغمسين في هذا الواقع إلى حد النخاع، ولا يمكن أن نتخلص منه، واهتماماتنا اهتمامات يومية بالمشاكل الحياتية والمشاكل السياسية وقضايا الأمة، منها سواء كان في الإطار القطري أو في الإطار منها الوطن العربي الكبير. وللأسف الشديد نحن نعيش في زمن رديء، زمن فقدنا فيه الأصيل من القيم، فقدنا فيه الكثير 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 من راحة النفس والطمأنينة، وخاصة من عزة النفس التي نراها هذه الأيام، خاصة منها مع الأزمة في سوريا والقضية الفلسطينية والعدوان على غزة. من واقع تعيس، واقع مؤلم. كيف الهروب منه؟ لا نهرب منه إلا بالحلم. لهذا أنا حريص على أن أحلم وأحلم وأحلم. أستاذ عبد الرزاق، أنت زاد عندك ثم تركيز، وكأنك تريد أن تهرب بهذه العناصر الرومانتيقية، تسعى إلى أن توفر للقارئ مناخ أيضا ينسيه الواقع اليومي، ينسيه هذه القسوة التي نعيشها في واقعنا اليومي. بالضبط. هي في الحقيقة كتاباتي أغلبية كتاباتي هي دعوة، دعوة إلى الحب. لأنه الحب هو الكل، باعتباري من أنبل القيم التي قامت عليها المجتمعات، هي كما قال الدكتور محمد البدوي. بطبيعة الحال لأني كما تعلم خاصة بدأت أدون في كتابتي في آخر حياتي. بطبيعة الحال أنا عندي 10 سنوات متقاعد، 10 سنوات مش قليل. أنا عمري مولود عام 49. ربي يطول في عمرك يا سي عبد الرزاق. الإنسان تلقاه دائما يجري إلى ما يخلفه في حياته، فهمت؟ بعد الحياة بطبيعة الحال، بعد الحياة. وأكتب الحب، أكتب الكتابة على الغزل هذايا لأني دائما أريد أن أعيش في ذلك الإطار. حياتي كلها كيكا، حياتي في ذلك الإطار، معنى من وقت الصغر للخطوبة الكذا للزواج، بعد الزواج إلى غير ذلك. نعم. دائما معنى حياتي دائما هيك. نعم. أستاذ عبد الحكيم، ونحن نقرأ أيضا ديوانك نستطيع أن نتذكر غربة جبران، نتذكر شوق الصوفيين. لا يعكس هذا أيضا نوع من الغربة من خلال صوتك، من خلال كلماتك، من خلال هذا الديوان تعكس الغربة التي تحدثنا عنها، الذي يعاني في جزء منها المثقف العربي حتى لا نقول التونسي؟ نحن نعيش عوالم كثيرة، ونفسنا تتراص بالانفعالات. هذه الانفعالات تتراوح بين الرضا والسخط، بين الفرح والحزن، بين الكآبة والمرح، بين التقوى الشديدة والندم، بين الرغبة في الانعتاق والالتزام بالضوابط والضرورات العامة. لذلك نترجم كل هذه الحالات إلى نصوص، هذه الانفعالات إلى نصوص، وحسب الحالة النفسية، الحالة الانفعالية التي من يكتب فيها النص. ببساطة تماما أنا كل نص كل نص مكتوب يعبر عن حالة نفسية خاصة مررت بها آنيا ظرفيا، قبل بقليل، بعد بقليل، أو لذكرى بعيدة، أو لحلم بعيد المدى. نعم. اجتاحني حلم دعوة إلى مقاسمة الحلم مع الآخر. اجتاحني حلم هو دعوة للحب بدرجة أولى، كما قال صديقنا عبد الرزاق. أنا لاحظ أنه بقراءة النصوص ستجد دعوة ملحة للحب. للأسف الشديد صديقي، في هذا الوطن الجميل لنا كل مقومات النجاح،
في هذا الوطن الجميل تونس الحبيبة لنا كل مقومات النجاح، لنا الرأس المال البشري، يعني لنا من الإمكانيات، لنا من كل أشكال النجاح. نفتقد إلى تعويذة سحرية تمكننا من تجميع كل هذه العوامل لتدفعنا إلى الأمام. ينقصنا الحب، وكي نحب يجب أن نوفر هذا المجال الرومانسي، هذا المجال الجميل الذي ممكن أن نحب فيه دون خوف، دون وجل، دون حسابات، دون اعتبارات جانبية، وهو الحلم. لذلك أعود وأقول اجتاحني حلم، وأتمنى أن يجتاحني أكثر وأكثر. نعم، شكرا لك سي عبد الحكيم. اختار لنا مقطع صغير من قصيد اخر قصيد نختم به لقائنا معك سي عبد الرزاق. كنت زاد سي عبد الحكيم وكنت سعيد جدا بحضوركم معنا. تفضل سي عبد الرزاق. لا أطيل بطبيعة الحال. تفضل. عندي كلمات ثائرة في بعض الأحيان حسب المشاعر والأحاسيس. نعم. كلمات ثائرا ضاقت نفسي تضرعا، رباه من الهم أحميها. اليوم أنا ثائر على قلبي، وثورتي لن أخفيها. عزة النفس شيمتي، لا حول ولا قوة تعاديها. يعطيك الصحة سي عبد الرزاق. مقطع صغير زاد سي عبد الحكيم. تفضل. سأقرأ هذا النص وهو هدية إلى زوجتي. تذكرت فيه معناها أول يوم التقيت بها، كان يوما ممطر. أقول: ماء السماء ماء الحياة، مع هول الصقيع تلهبني أشواقي ويضنيني الحنين. يا لوجع الذاكرة